لو بتتفرج على الفيديو ده فدي القاهرة سنة 1960، وده أزهى عصور صناعة السينما في مصر. في الوقت ده اتفق المخرج المصري الموهوب فطين عبد الوهاب مع المنتج جمال الليثي على تحويل رواية من المسرح العالمي اسمها حديث المدينة لفيلم مصري كوميدي اسمه إشاعة حب. استعان فطين عبد الوهاب في تمثيل القصة بالروائي المصري علي الزرقاني، وكتب له السيناريو والحوار محمد أبو يوسف. فطين عبد الوهاب كان معروف بموهبته القوية في إخراج الأفلام، تحديداً النوع الكوميدي. أفلام زي نهارك سعيد، حلاق السيدات، امسك حرامي، الأنسة حنفي، ابن حميدو، العتبة الخضراء، ومجموعة أفلام إسماعيل ياسين في الأسطول والجيش والبوليس السري والطيران، ولو فضلت أعدلك مش هنخلص. فاحنا ببساطة قدام مخرج عنده من الموهبة والخبرة والتاريخ اللي تخلينا نثق إنه هيطلع بفيلم كوميدي يكسر الدنيا. واللي معظم الناس ما تعرفوش إنه فطين عبد الوهاب كانت نيته إنه يورينا فيلم إشاعة حب من بطولة إسماعيل ياسين وعبد الفتاح القصري وزناد صدقي. الثلاثي ده كان مكسر الدنيا في مصر، لكن لما فطين عبد الوهاب عرض عليهم السيناريو اعتذروا لأنهم مشغولين في أعمال تانية.